السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حصاد الأسبوع، نبدأها بأهم ما جاء في الأسبوع. الذكرى السنوية السابعة لاستهداف الشهيد نصر الدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا. صدور التقرير السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا عن شهر كانون الثاني. قيادي في بيشمركة روج يقول أنهم مستعدون للانتشار في مناطق شرق الفرات بكردستان سوريا. استهداف مسن في منطقة عفرين بكردستان سوريا ومصرع فتاتين على الحدود السورية التركية. شابان كرديان يلقيان حتفهما في منطقة جارميان بإقليم كردستان خانقان. إعلان من إدارة معبر بيشغابور الحدودية بإطالة مدة إقامة المسافرين إلى إقليم كردستان إلى 30 يوما. إطلاق اسم ألان الكردي على سفينة إنقاذ ألمانية. وأخيرا صحيفة وول ستريت تقول أن قصدت تسلم النفط إلى النظام السوري. أهلا بكم مجددا. أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني السوري التقرير السياسي عن شهر كانون الثاني، وبحث المستجدات والمتغيرات السياسية على الساحة السورية والكردية. وتطرق التقرير السياسي أيضا إلى ردود الأفعال بعد قرار الانسحاب الأمريكي من كردستان سوريا والسيناريوهات المحتملة هناك بعد الانسحاب. جاء أيضا في التقرير السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا دور الرئيس مسعود البارزاني في العراق وإقليم كردستان، وكذلك دوره الفعال على الصعيدين السوري والكردي. أبدى قيادي في بيشمركة روج الاستعداد للانتشار في مناطق شرق الفرات بكردستان سوريا، مشيرا إلى عدم وجود خطة واضحة لإقامة منطقة أمنية في سوريا. وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني السوري المقدم دولوفان روباري القيادي في بيشمركة روج لصحيفة الشرق الأوسط، تداول وفد المعارضة السورية مع الرئيس البارزاني وقادة المجلس الوطني الكردي إمكانية مشاركتنا في المنطقة الأمنية بالتعاون مع قوات النخبة العربية، وكانت عبارة عن نقاشات عامة نظرا لعدم وجود خطة واضحة وغياب معالم هذه المنطقة المزمع إنشاؤها على طول حدود مناطقنا الكردية مع تركيا. ونوه أنهم قوة عسكرية من أبناء سوريا يتطلعون أن يكون لهم دور في حماية مناطقهم، كون أياديهم لم تتلطخ بالدماء ولم تشارك في المعارك الدائرة داخل الأراضي السورية. ذكرت صحيفة وول ستريت أن مسلحي سوريا الديمقراطية تسلم النفط المستخرج من مناطق سيطرتها إلى مجموعة قاطرجي الدولية المقربة من النظام السوري، بالرغم من العقوبات الغربية ضد النظام السوري. ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته يوم الجمعة عن شخص مطلع على معطيات الاستخبارات الأمريكية ذات الصلة وعن سائق صهريج لنقل النفط قولهما أن قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الياباجي العنصر الرئيسي فيها أصبحت مصدرا مهما للنفط الخام إلى الشركة التي تتخذ من دمشق مقرا لها، وفرضت عليها الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات لإمدادها النظام السوري بالنفط. نتيجة لتعرضها لأزمة قلبية، لقيت شابة كردية من منطقة عفرين بكردستان سوريا حتفها أثناء عبورها الحدود التركية. وأفادت مصادر محلية أن الشابة لوفين خليل شوتو لقيت مصرعها أثناء عبورها الحدود السورية متوجهة إلى تركيا بشكل غير شرعي عبر محافظة إدلب. وذكرت بعض المصادر أنه نتيجة لوعورة الطرقات وتدني مستوى الطقس وشعورها بالتعب والإرهاق تعرضت لأزمة قلبية فقدت على أثرها لحياتها. كما لقيت الفتاة الكردية هدايات مراد من أهالي قرية جلبري في جبل ليلون بعفرين حتفها على الحدود السورية التركية، فيما ما يزال حتى الآن مصير 7 أخريات مجهولا كنا برفقة الفتاة هدايات مراد. فيما يزال حتى الآن مصير 7 أخريات مجهولا كنا برفقة الفتاة هدايات مراد. وفي عفرين أيضا استشهد المسن علي قلندر بعد استهدافه بطلقة من قبل أحد المسلحين في ناحية موباتو، وذلك أثناء تواجده في سهول الناحية. أكد شرطة منطقة جرميان بإقليم كردستان أن شابين سوريين لقيا حتفهما وذلك اختناقا بغاز المولدة في قضاء كلار جنوب محافظة السليمانية. وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد علي جمال قدوري
أنه قد تلقوا بلاغا بالحادثة صباح الاثنين، مشيرا أن العاملين السوريين كانا يعملان في قرية لانسيتي في قضاء كلار وقد توفيا اختناقا. وأشار البيان إلى أنه بعد وصول مفارز قوات مكافحة الإجرام إلى محل الحادث وفق التحقيقات الأولية هناك شكوك بأن المولدة كانت تعمل في غرفة نومهما تسببت في وفاتهما بعد أن تسرب غازها. واختتم البيان بالقول أن العاملين اللذين لقيا حتفهما هما من النازحين من كردي سوريا. قال محسن طاهر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا ورئيس المجالس المحلية في المجلس الوطني الكردي أن المشروع الدولي حيال حماية الكرد لم يتجاوز التصريحات الارتجالية المشبعة بالعواطف والتمنيات هدفها دغدغة مشاعر الكرد بعد التضحيات الكبيرة التي قدموها لدحر القوى الإرهابية على مدار السنوات المنصرمة، مضيفا أنه بدأت صدى هذه التصريحات تتعالى حينا وتخفت أحيانا، خاصة بعيد قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من سوريا. وأشار طاهر إلى أنه في علم السياسة والمصالح الدولية إن لم تقترن هذه الرؤى والمفاهيم المتعلقة بحماية الكرد بمشاريع وبرامج عملية سيكون نتاجها صفرا وستكون بمثابة الضحك على الذقون بحسب قوله. نشرت ممثلية المجلس الوطني الكردي في إقليم كردستان على صفحتها إعلانا من إدارة معبر بيشخابور الحدودية مع كردستان سوريا جاء فيه إلى جميع المسافرين القادمين إلى إقليم كردستان لغرض الزيارة أو لغرض آخر نود إعلامكم بأن مدة الإقامة في إقليم كردستان أصبحت 30 يوما واعتبارا من تاريخ 17 من شهر شباط من هذا العام، وفي حالة التأخير على المدة المذكورة سوف يغرم الشخص بغرامة مادية عن كل يوم تأخير مبلغا قدره 20,000 دينار عراقي. صادف الأربعاء الذكرى السنوية السابعة لاستهداف الشهيد نصر الدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا الذي طالته أيادي الغدر والخيانة في منطقة واقعة بين بلدة قركيلكي ومدينة ديريك بكردستان سوريا. وتعرض عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا الشهيد نصر الدين برهك الاثنين 13 من شهر شباط 2012 لعملية اغتيال من قبل مأجورين أصيب أثرها بجروح بليغة أسعف إلى مشفى النور في مدينة قامشلو بكردستان سوريا ثم نقل إلى حلب وأدخل مشفى مارتيني وبعد خوضه للعمليات الجراحية وبسبب تردي وضعه الصحي وإصابته البليغة استشهد بتاريخ 12 من شهر شباط 2012. تصدرت سوريا ترتيب الحريات ضمن قائمة الأسوأ عالميا بحسب منظمة فريدوم هاوس الأمريكية المختصة في البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان. وجاءت سوريا حسب التقرير المنظمة على رأس أسوأ دولة في العالم في الحريات لعام المنصرم بمؤشر 0%، وهي الدولة الوحيدة في القائمة التي وصلت إلى مؤشر 0 الذي يعتبر الأدنى في مؤشر الحريات بالعالم. وحلت تونس في المرتبة الأولى عربيا وفقا للتقرير المنظمة حيث حصلت على 69 نقطة في مؤشر الحريات من 100 نقطة على المستوى الدولي. ولقي آلان البالغ 3 سنوات حتفه مع شقيقه غالب ووالدته ريحانة حين غرق زورقهم المطاطي في بحر إيجا في أيلول عام 2015. وشارك عبد الله كردي والد الطفل آلان وشقيقته تيما كردي في حفل إعادة تسمية السفينة في بالما دي مايروكا في إسبانيا والذي نظمته منظمة CIE الألمانية غير الحكومية التي تسير السفينة. إلى هنا نأتي إلى ختام حصادنا لهذا الأسبوع، حتى الأسبوع المقبل دمتم بألف خير.